يا مرحبا أصدقائي، أهلا بكم بقناة رثل الشروحات. طبعا اليوم راح يكون معانا شرح مختلف تماما جدا عن بقية الفيديوهات. طبعا مثل ما تعودنا دائما، أذكر الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. خلونا ننتقل فورا على تطبيق التعارف. طبعا أصدقائي، بداية الأمر مثل ما ملاحظين، هاي واجهة البرنامج. هو برنامج عبارة عن برنامج تعارف، برنامج ممتع جدا. ما تدفع عليه ولا ليرة، برنامج مجاني. طبعا تقدر تسجل الدخول عن طريق الفيسبوك وعن طريق جوجل. طبعا أنا أفضل دائما يكون التسجيل عن طريق جوجل، حتى تقدر أنه مثلا تبدل بالحساب وما شابه. طبعا حاليا أنا سجلت الدخول عن طريق جوجل، وكاتبي لكم في الخطوات التالية ستقوم بإدخال معلوماتك الشخصية. المهم تضغط على استمرار، بعدها تشوف المعلومات هاي، انه كلمات بذيئة او ما شابه، ما تلزم. تضغط بعدها صديقي على استمرار. هون طبعا راح يطلب منك هل انت ذكر ام انثى، عن ماذا تبحث، مثلا تبحث عن ذكور ولا اناث ولا الاثنين مع بعض. طبعا بعد يضغط عنك تاريخ الميلاد والدولة والمدينة، تقدر تختارها انت مثل ما تشوفون، يعني مثل ما سجلت أنا. تختار تاريخ الميلاد تبعك. طبعا أنا اختاريته بشكل عشوائي وسريع عشان ما يطول عليكم الفيديو. تمام أصدقائي، تابعوا الفيديو خطوة بخطوة. برنامج سهل جدا، وطريقة التسجيل الدخول به كمان سهلة جدا. مثل ما ملاحظين اختاريت أنا تاريخ الميلاد. بعدها عندك الدولة، هو اللي يحدد لك إياها، أنت تختارها وأنت تختار المدينة. وإذا تريد بشكل دقيق أكثر تضغط على كلمة أحصل على موقعي ويجيب لك اسم المدينة تبعك. بعدها ضغطنا على استمرار. هون طالب منك اسمك وكم سطر عندك يعني تحدث، وبعد تضغط على استمرار. بعدها طالبين منك صورة شخصية، بدك تحط صورة شخصية ما بدك تحط، على راحتك. تماما. بعدها هاي ملفات يقول لك هل توافق عليها يعني كاملة. يفتح عندك برنامج بكل سهولة. برنامج جدا بسيط، ما يحتاج منك أي شيء نهائيا، ولا ليرة تدفع عليه. برنامج تعارف منتهى الروعة. طبعا هون مثل ما شايفين يعني برنامج فعليا جدا بسيط. طبعا هون يشوفك انه هذا الملف تبعك، يشوفك انه انت من تركيا، انه تقيم تركيا، وانت من بلد ثاني تقدر تحط اسم البلد الاصل، تقدر تحط اسم الدولة اللي تقوم بها. طبعا هون كاتبي لك جميع الدول، تضغط عليها تختار الدولة اللي تعجبك. وفيها الله وصل على سيدنا محمد، يعني التطبيق به أكثر من آلاف الأشخاص، ما شاء الله. طبعا هون بالنص تختار العمر، واللي على جنب تقدر تختار افتراضي، تقدر تختار اللي حاطين صورهم، تقدر تختار اللي أقل شعبية الأكثر شعبية، وآخر تواجد. يعني آخر تواجد يعني الشخص اللي تواجده مؤخرا، مثل فتح حسابات جديدة يعني، تكون أنت السباق لهم، تتعرف عليهم بشكل أسرع. مثل ما ملاحظين هاي أنا بعثت طبعا الحمد لله. طريقة بسيطة جدا، بس حاول لا تكتب كلمة صغيرة لأنه ما راح تروح. بدك كلمة طويلة، مثلا السلام عليكم، كيف الحال، وما شابه، مشان أنت تروح معاك الجملة بشكل كامل. برنامج جدا سهل، ما يحتاج منك أي تعب. هون تقدر موجودة كل البلدان. طبعا أصدقائي، مثل ما لاحظتوا هاي القائمة الموجودة عندكم، في شيء اسمه بحث، تقدرون تحددون الأولويات اللي أنتم تحبونها. طبعا حاليا موجود عندك يعني اللي بدك إياه، مثلا إيش تظهر لك، أنت إناث ولا ذكور، إيش الناس اللي راح تظهر لك، اللي ناس تبحث عن ذكور ولا إناث. عندك السن يعني العمر، الأعضاء الذين لديهم صورة أو ما لديهم، تحدد عليها، ما بدك تحدد راح تظهر لك جميع الخيارات. مثل يعني إنه يعني الشيء اللي يعجبك أنت. برنامج سهل بسيط جدا، ما يحتاج منك أي تعب نهائيا قطعا. مثل ما ملاحظين تقدر تغير البلد، تختار البلد اللي يعجبك. هذا هو التطبيق. بس أنا لاحظت شغلة، إنه لما تفتح مثل سوريا، مثل العراق، مثل يعني تقدر قطر، الإمارات، يعني محددين أسمائها، كاتبين دول الخليج، تضغط عليها راح تظهر لك كل الدول العربية.
هذا هو البرنامج، برنامج جدًا بسيط. أتمنى إنكم استمتعتوا، طبعًا أكيد ما راح تنسونا باللايك بالاشتراك، مشاهدة ممتعة إن شاء الله، قدرت إني أفيد العزابية حصرًا والمتزوجين. تحياتي لكم أصدقائي، كان معاكم رثا للشروحات.